واحد من اهم المواضيع اللي بيجي جامد جدا في الام سي كيو، FPE First Pass Effect. يعني ايه؟ الرسمة بتتكلم عند عناوين الديفينيشن، السايتس affected by، وعلاقة FPE بالبايو افيلابيلتي. بص الرسمة بتقول ايه يا شباب؟ ما اجمل واسهل الرسم. الرسمة دي بتقول ان انت خدت دواء وليكن اورال، بدأ الدوز بتاعتك تنزل في ستومك ثم انتست. حلو، بدأت تعمل ابزورشن للدراج ده، يعني اخده واديه البلاد. ايه هي البلاد سيركوليشن اللي موجوده في الجي اي تي؟ كل البلاد بتاع الجي اي تي يروح يصب في البورتال سيركوليشن، بورتال فين، ومن البورتال فين بنروح يا سيدي على الليفر. الليفر ده بيقول اي حاجه هتعدى عليا. عندي انظام جميله كيوت حلوه قاعده تقول لي يا بابا اللي هو الليفر، انا اقدر اشتغل على الدواء ده، مش هحرم الانزيم من رغبته، اخلي الانزيم يشتغل زي ما هو عاوز. ايه ده؟ ما ده اسمه ميتابوليزم. الهيباتيك سيل هتقوم بواجبها وتبدا الانزيم تعمل الواجب مع جزء من الدراج اللي هيعدي عليها. الدراج يقول لهم يا عمو الليفر انا لسه داخل طازه، انا ما وصلت السيستمك سيركوليشن. الليفر يقول انا ماليش دعوه، لسه اول مره تدخل الجسم، تاني مره، تالت مره، كل ما تعدى عليا هتدفع. ليه انت جمارك؟ ايوه انا جمارك، كل ما تعدى عليا يا عم الدراج، اسمع الكلمه دي، هتدفع. سواء كانت اول مره ليك تعدى عليا فيرست باس، يعني اول مرور ليك، او حتى التانية والتالتة والرابعه، طول ما انت هتعدى عليا وشايفك وينفع اعمل عليك ميتابوليزم هعمل عليك ميتابوليزم. خلصانه بالشياكه. طب انت بتحكي لي القصه دي ليه؟ انت فاكر ما كنت بقول لك البايو افيلابيلتي هي الجزء اللي هيوصل سيستمك سيركيليشن من الدراج؟ فانت لو كنت واخد الدراج ده اورال كنت واخده بنسبه 100%، لقينا في الاخر وصل لك 40% للسيستمك سيركيليشن، ما قلت لك فين ال 60%؟ هنا حضرتك حصل لها ميتابوليزم. ميتابوليزم فين؟ في الليفر. مش لازم الليفر بس، لكن المهم ان راحت نتيجه الميتابوليزم. طب ده اول مرور للدواء على الليفر، خلاص نقوم نسميه ده الافكت اوف الفيرست باس اوف ذا دراج اون الجي اي تي والليفر. بعد ما حكيت لك القصه الظريفه اللطيفه دي، تعال نعرف الفيرست باس افكت. قول لي كلمه واحده تعرف الفيرست باس افكت. قول له ميتابوليزم. ما الفيرست باس افكت الا دراج ميتابوليزم، بس كده. طب عايزين نجود ونقول الكلام الاهم، الوصف دايما يبين وحش الوحوش عن واحد من الاوائل عن واحد عادي. ميتابوليزم دي الكلمه اللي لازم كل الناس تقولها، لما قلتهاش يبقى غلط. وحش الوحوش يقول لك ايه؟ بيفور ريتشنج سيستمك سيركيليشن، قبل اول وصول للدواء للسيستمك سيركيليشن. ليه؟ مش معنى الشرط ده عشان يكون العنوان صح. فيرست باس، اول مرور. اللي فاهم حلو قوي كمان شويه اديك عنوان اسمه هيباتيك اكستراكشن ريشيو. ده بيقول بمنتهى البساطه كل ما الدواء يعدي على الليفر هيحصل له ميتابوليزم ويرجع تاني للبلاد، البلاد يعمل له ايجكشن فيروح تاني المره الثانيه للليفر فيحصل له ميتابوليزم، وبعد شويه يحصل له ايجكشن ثالث في اللفه اللي بعدها، فاصبح ده السكند باس والثيرد باس والفورث باس. عشان كده كلمه فيرست باس اهم ما يميزها ان هو ميتابوليزم بس قبل ما الدواء يوصل سيستمك سيركيليشن. لكن السكند باس والثيرد باس ده كان وصل اوريدي للسيستمك سيركيليشن وبيلف في دايرته مع الكاردياك اوتبوت. اللي فاهم حلو قوي الكلام ده مش هتلاقيه مكتوب لك في كتاب، لكن هيجي من الفهم حلو واحنا قاعدين ندردش مع بعض. طيب بما ان انت بتقول لي ميتابوليزم، ايه بقى المكان، ايه الاماكن اللي حصل فيها ميتابوليزم؟ وده سؤال. هتقول لي طبعا الليفر. هقول لك ماجوريتي اوف الانترال دراج فعلا بيحصل لها فيرست باس افكت في الليفر، لكن الجمله اللي بيغفل عنها اغلب الناس ان الجي اي تي كمان ممكن تقوم بميتابوليزم. يا راجل، يعني ستومك انتستين يحصل فيها ميتابوليزم؟ المثال على كلمه جي اي تي بتبدا بالجي، والمثال بتاعنا بيبدا بالجي، جي تي ان، جي تي ان وجليسرايل تراي نيتريت. طيب افكتد باي، ايه العوامل اللي بتحكم موضوع الفيرست باس افكت؟ رقم واحد الروت اوف ادمنستريشن، وده اهم فاكتور. بيجي جمله في الام سي كيو كتير قوي الناس بتقعد تتلخبط فيها، بالنسبه لك تبقى ميه. يا شباب مين الادويه التي تخضع يعني اوبي الفيرست باس افكت؟ الانترال دراج اللي بتاخده عن طريق الجي اي تي، سواء من فوق زي الاورال او نيزوجاستريك او من تحت زي الريكتال. لو عيانه خد لبوس هيحصل له فيرست باس افكت، ايوه ولو بالنسبه قليله، هو طبعا مش زي الاورال لكن يخضع للفيرست باس افكت. وبالتالي لما تقول لي اي روت اوف ادمنستريشن غير الانترال مش هيحصل لها فيرست باس. واحد خد انهيليشن، ميتابوليزم ايه اللي في الليفر؟ هو عدى على الليفر اصلا؟ ده ينزل للالفيولاي وبعدين على البلاد على طول. السبلينجوال بتحط تحت اللسان على طول ابزورب تو سيستمك سيركيليشن. واحد خد اي في فيرست باس ايه، هو اصلا ما عداش على الجي اي تي. واحد خد انترا ماسكولار، كل ده ملهوش فيرست باس افكت. طيب في فاكتور تاني، بما ان انت بتتكلم على ميتابوليزم
خلي بالك ميتابوليزم ده المحطه الثالثه معايا في الفارماكوينيتيك صح، بس احنا مش بنعمل سيبريشن، احنا مش اكاديميك ساينس. وانت في عالم الابزورشن في الكاينيتيك في حاجات بتاثر معاك بتتداخل معاك وتنتر اكت في عالم الميتابوليزم. اديك شفت اهوت فيرست باس افكت والبايو افيلابيلتي، ده موضوع يخص الابزورشن لكنه في حقيقه الامر ما هو الا ميتابوليزم. وبالتالي الحاجات اللي تاثر على الميتابوليزم هتاثر عليه. لو خد اي دراج يتصنف ان هيباتيك انديوسر او انهيبيتور هياثر على فيرست باس افكت. واللي فاهمها لي لما اجي معاك يا جميل لموضوع الميتابوليزم هتعرف ان في ادويه بتروح تانديوس الانزيم اللي بتعمل عمليه الميتابوليزم دي اسمها هيباتيك انديوسر. وايه اللي يحصل لما اعمل لها اندكشن؟ هتسرع عمليه الميتابوليزم. يعني بدل ما كان الانزيم بتروح تعمل لك ميتابوليزم 60% من الدواء، ممكن الانزيم ساعتها تعمل لك ميتابوليزم 70%، وبالتالي البايو افيلابيلتي بتاعتك هتقل لانها بتتناسب عكسيا مع الميتابوليزم. هنا هيوصل 30% بدل ما كان بيوصل 40% فوق. شفت دواء زي الهيباتيك انديوسر اثر ازاي على الفيرست باس افكت والبايو افيلابيلتي، والعكس صحيح. لو دواء عمل انهبيشن عمليه الميتابوليزم هيقل الفيرست باس افكت لان الفيرست باس ما هو الا ميتابوليزم، وهيزيد البايو افيلابيلتي. لو خدت بالك ان علاقه الفيرست باس افكت والبايو افيلابيلتي هي علاقه عكسيه، كل ما بيزيد الفيرست باس افكت اللي هو الميتابوليزم كل ما بيقل البايو افيلابيلتي بتاع الدراج. سهله جدا. ساعات يجي لك جمله الام اس كيو يقول لك ان الفيرست باس افكت بتاع دواء رقم معين وليكن 30%، تعرف ان 30% منه حصل له ميتابوليزم. يقول لك هات لي البايو افيلابيلتي، سهله 100 ناقص 30 اتبقى كام؟ 70% هم اللي يوصلوا سيستميك سيركيليشن. وصلنا لغايه الصيده 41 وبكلمك فيها عن عنوان برضه بيجي في الام سي كيو بس مش بنفس الشهره بتاع الصيده 40 و39، حاجه اسمها هيباتيك اكستراكشن ريشيو. بص نفس الفكره بتاع الفيرست باس افكت بس بشكل اوسع. الرسمه بفضل الله انت شايفها ممتعه قد ايه. انا اديتك فكره عنها وانا بشرح لك موضوع الفيرست باس افكت وكاني كنت بمهد ليه. اي دواء هيعدي على الليفر سواء اللفه الاولى له او الثانيه او الثالثه او الرابعه، جزء من الدواء ده هيحصل له ميتابوليزم في الليفر لو له انزيم تعمل عليه ميتابوليزم. حلو قوي، دي القاعده اللي نتفق عليها. هتقول لي بس انا مستغرب الكلام ده. لا ما تستغربش حضرتك، كل الادويه بيحصل فيها نفس الكلام ده. البروفول انت بتديه كل يوم، الفنتانيل، كل الادويه اللي بتخضع الى ليفر ميتابوليزم بيحصل فيها الكلام ده. مع كل لفه بلاد على الليفر جزء من الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم. وهو ازاي اصلا هيتم التخلص من كميه الدواء؟ هل هيتم التخلص منه مره واحده؟ لا، انا اشتغلت شويه عديت على الليفر، جزء من الدراج حصل له ميتابوليزم ثم اكسكريشن اليمينيشن يعني، وبعدين الباقي خلاه في البلازما زي ما هو، لفته الثانيه، عدينا على الليفر تاني خدنا شويه منه، بعدين كملنا في البلاد، بعدين عدينا على الليفر، وهكذا لفه 2 3 حسب بقى الديوريشن اوف الدراج ده في البلازما قد ايه، لغايه اما في خلال مده معينه كام ساعه او كام يوم ايا كان بتخلص من كل كميه الدراج اللي موجوده في الجسم عن طريق الاليمينيشن اللي هي ميتابوليزم واكسكريشن. بس كده بمنتهى البساطه. السؤال دلوقتي انت عامل ليفر، بما انك خدت شويه من الدراج، خدت يعني عملت اكستراكشن حلو في اللفه الواحده مع الباص الواحد، خدت بقى قد ايه؟ يقول لك والله انا بالنسبه للدراج الفلاني باخد لي حوالي 10% مع كل لفه، دواء تاني انا باخد نص في المية مع اللفه الواحده. يعني في ريشيو معينه للاكستراكشن اللي بتعمله يا عم الليفر للدواء مع كل لفه، نسميها هيباتيك اكستراكشن ريشيو. بس كده الديفينيشن. بص كده معايا، فراكشن اوف دراج ماشي، ريموفد فروم بلاد، يعني ايه ريموفد؟ عن طريق الليفر ميتابوليزم مع كل لفه. دي اهم كلمه، اتش باس. انت شايف يا سيدي الهارت الجميل اهو، هيوصلوا اي ادويه اتحقنت عن طريق الاي في هيوصل للرايت فنتركل. نعمل يا سيدي الكاردياك سايكل بتاعتنا ونبدا نضخ الدواء ده اللي هو النقط الحمراء اللي انا عاملها لك دي في الارتيريال سايت في الاورطه، يمشي لكل الجسم ومنها يدخل على الهيباتيك ارتري ومنها الارتيريال سبلاي بتاع الجي اي تي. طب ماشي كمل معايا القصه. جزء الدراج اللي دخل في الهيباتيك ارتري هيوصل دايركت للليفر. طيب الجزء اللي راح لجي اي تي، ما جي اي تي في الاخر بتصب على البورتال فين، ومن البورتال فين هندخل على الليفر برضو. يعني سواء انت دخلت على الليفر عن طريق الهيباتيك ارتري او دخلت على
الليفر من البورتال فين، في جزء كبير من الدراج هيعدي على الليفر ويبدا يعمل عليه ميتابوليزم. ده الجزء اللي الليفر عمل له اكستراكشن من الدواء مع كل لفه. للعلم الهيباتيك بلاد فلو 25% بيجي عن طريق الهيباتيك ارتري و75% بيجي عن البورتال فين. طب الدراج هيدخل على الليفر من اي باب؟ ده وده. اللي فاهم فيسيولوجي حلو قوي من الاثنين. طب ده كده البلاد فلو بتاع الليفر. ادخل جوه الليفر بقى وقول لي اخبار الهيباتيك سيل ايه، هل هي جاهزه ان هي تعمل ابتيك للكميه اللي جات لها من الدواء ولا لا؟ فكل ما تكون هي هيلسي كل ما هتعرف تعمل ابتيك اكتر واكتر للدواء ده. دخلنا جوه الليفر سيل، اخبار الانزيم اللي هتقوم بعمليه الميتابوليزم ايه؟ هيلثي وافيلابل ولا عندي مشكله سواء جيناتيك او اكوايرد هتخلي الانزيم دي مش متوفره؟ عارف انا عملت ايه معاك ايه دلوقتي؟ انا بعد الديفينيشن اللي شرحته لك وقلت لك ان دي سايكل قاعده تتكرر 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 لفه واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما الجسم يتخلص من الدراج تماما. قلت لك الفاكتور افكتنج للهيباتيك اكستراكشن ريشيو في وسط الشرح من غير ما تحس. الفاكتور دي تعقد الناس كلها لكن بالنسبه لك سهله جدا. بص عليها من بره لجوه، من الاوتسايد للانسايد. ازاي من بره لجوه؟ بص يا جميل، اول حاجه اخبار الهيباتيك بلاد فلو ايه؟ كل ما بيزيد الهيباتيك بلاد فلو كل ما الدراج ريتشنج الليفر يبقى اكتر، وبالتالي الاكستراكشن الميتابوليزم اللي انت هتعمله عامل الليفر للدراج ده اكتر. وبالتالي لو قالك في جمله الام سي كيو انت في حاله من الهايبو برفيوجن، اخبار اتش اي ار هيباتيك اكستراكشن ريشيو ايه اللي يحصل فيها؟ هتقل لان البرفيوجن قل يعني البلاد فلو قل. تمام. تاني فاكتور الدراج اللي وصل لنا عرفنا ناخده ولا لا؟ السيل ابتيك. وبالتالي لو انت عندك ليفر باثولوجي زي السيروزس هيقل الابتيك وهيقل الهير اللي هو هيباتيك اكستراكشن ريشيو. اخر حاجه الانزيم، لو عندك دراج بيعمل انزيم انهبيشن نسميه هيباتيك انهبيتور عكس الهيباتيك انديوسر، يبقى عمليه الميتابوليزم هتقل، يبقى الاتش اي ار هيقل. دي التحويلات بتاع جمل الام سي كيو، زمايلنا يقعدوا يتلخبطوا قدامها لكن انت بالنسبه لك خلاص ما انت فهمت الفكره وشربتها شرب. مراجعات ومتابعات مستوى وتدريب على الامتحانات. اخر سلايد معانا الا وهي الفاكتور افكتنج الابزوربشن والبايو افيلابيلتي. اكيد قسمناها الى دراج فاكتور وبيشن فاكتور. بيشن فاكتور بما ان انت بتتكلم على ابزوربشن من جي اي تي غالبا، فلو حصل اي ديس اوردر في جي اي تي وعلامه الهاشتاج ديت يعني ديس اوردر او باثولوجي اكيد هيأثر على الابزوربشن نيجاتيف. الفاكتور بتاع البيشن ممكن تكون انترنال او اكسترنال. والله الانترنال واحد عنده باثولوجي جي تي زي مال ابزوربشن سندروم او كرونز ديزيز او اذر. اكسترنال فاكتور يعني ايه؟ تروما في جي تي موفمنت بتقل، او واخد دراج بيقلل جي تي فانكشن، والفانكشن يعني موتيليتي وسكريشن. فلو في دراج بيقلل موتيليتي او بيقلل سكريشن انت كده هتعطل عمليه الابزوربشن والبايو افيلابيلتي. اما الدراج فاكتور الكلام كله سهل وبسيط، زي الدوز بتاع الدراج كل ما بتكبرها كل ما بيزيد معدل الابزوربشن والبايو افيلابيلتي، الكميه اللي هتوصل البلاد في الاخر هتزيد لدام انت مزود الجرعه اللي بادئ بيها اصلا. الموليكولار ويت اتناسب عكسيا، وقلناها كتير كل ما يزيد حجم الدواء كل ما صعب عمليه الترانسبورت بتاعته. فارماكوسيوتيكال يعني ايه؟ يعني الشركه مصنعه لك الدواء ده بسبيشال ستراكشر. الدواء ده اغلبه كان فري ولا باوند. مثلا حاجه زي السستيند ريليز دي حاجه بتاثر على الابزوربشن وبايو افيلابيلتي. هم عاملينها طبقات، طبقه 2 3 4 5 مثلا، بحيث ان بيحصل ريليز لاجزاء معينه من الدراج بطريقه سستيند. يعني مش كل دراج بيفك كده مره واحده ويدخل على البلاد سيركوليشن، لا كانها كده جرادوال ريليز والدواء هيوصل انسستند فاشن. فالفارماكوسيوتيكال دي بتاثر على الابزوربشن بتاعك والبايو افيلابيلتي في الاخر. البلاد فلو يعني ايه؟ مثلا لوكال انستيك لو حقنا معاها ادرينالين هنقصك البلاد فلو في المنطقه ويعمل لك فازو كونستريكشن فينقصك الابزوربشن. انت اصلا عايز تطول شغل اللوكال انستيك على النيرف ده، مش عاوزه يتاخد من النيرف ويدخل على البلاد فيزل لان ده هيخلص شغله بسرعه. فدي التكنيك انك برولونج الاكشن اوف سام دراجز عن طريق انك تاثر على البلاد فلو. يعني احيانا يهمك ان الابزوربشن يبقى سريع واحيانا يهمك ان الابزوربشن يكون بطيء. الكومباينيشن ده عالم لوحده، الانتر اكشن ده والكومباينيشن حكيت لك عنه في موضوع الريسبونس اوف دراج الفيديو الثالث والاخير في الفارماكو داينامكس. الامثله كتير جدا جدا بقى عندك في عالم الجي اي تي او في عالم الابزوربشن بصفه عامه. دوايين هيتاخدوا مع بعض يا اما يسهلوا الابزوربشن بتاع بعض او يعطلوا بعض. انتر اكشن يا اما يجي بالبوزيتيف او النيجاتيف. الامثله كتير
اغلبها ما تخصناش في عالم التخدير، لكن في امثله مشهوره ممكن يجيبها لك في MCQ. حاجه زي تترا سايكلين مع الميلك في الاستومك، الميلك ده يقوم يمسك في التترا سايكلين ويعمل اجريجيشن، فبالتالي يقلل الابزوربشن. حاجه زي الحديد، الفرس محتاج اسيدك ميديا عشان يتم امتصاصه حلو، وعشان كده الفرس يحصل له ابزوربشن اكتر في اول حته من الانتستين الديودينم. فلو خدت معاه حاجه تخلي لك الميديا اسيدك اكتر زي فيتامين سي، ده يساعد لك الابزوربشن. والعكس صحيح، في مواد مهمه عشان مواد تانية عشان يحصل ليها ابزوربشن كويس، زي فيتامين بي 12 كان محتاج حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، فلو جه دواء يأثر لك على الانترنسيك فاكتور وانت بتاخد معاه فيتامين بي 12، الكومباينيشن ده يقلل لك الابزوربشن بتاع فيتامين بي 12. صح ولا لا؟ الفاكتور السادس في الدراج فاكتور فيرست باس افكت اللي احنا شرحناه كله، والفاكتور السابع والاخير الا هو البي كي اي. البي كي اي ده موضوع لوحده، موضوع بيجي عليه اسئله كتير جدا وهام جدا جدا جدا. وعايز اقول لك على حاجه، والله اغلب دكاتره التخدير، عايز اقول لك حتى دكاتره الفارما اللي هو تخصصهم نفسه يعني، عندهم الموضوع ده بيبقى متطلسم، يعني يحفظوا معلومتين ثلاثه يدخلوا بيه يحلوا جملتين ثلاثه وخلاص على كده. لكن احنا كعادتنا هنحل كل طلاسمه، هنخليك فاهم كل حاجه فيه، يبقى الموضوع سهل جدا ولذيذ جدا. طبعا مش هيكون الفيديو ده، هيكون فيديوهات اخرى باذن الله. يعني احنا لسه ما خلصناش موضوع الابزوربشن، فاضل لنا في موضوع البي كي اي فقط، وبعد كده ان شاء الله ندخل على محطات اخرى في عالم الكايناتيك. كان فيديو دسم وكان مليان مغامرات جميله، بس الحمد لله كلها لذيذه جدا ممتعه جدا. ان شاء الله كل جمل MCQ تكونوا انتوا المتحكمين فيها، وكالعاده ما تنسوناش من دعوه جميله من القلب. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.